تعتبر الخطابات الملكية والرئاسية في جميع الدول الديمقراطية خطابات توجه المؤسسات توجيها سليما، بعيدا عن نظرة العلاقات الشخصية وبعيدا عن إملاءات أصدقاء المصالح. المملكة المغربية هي مملكة بنيت على سواعد الشعب المغربي، واختلف حكامها عبر التاريخ، لكن لم يختلف الشعب حول الوطن. وقد تعرض بلدنا المغرب للكثير من الأزمات، لكن ظل الوطن قويا شعبا وملكا. وحاولت مرات عديدة لوبيات الفساد أن تبعد بين الملك والشعب كي تتربص بالملك وتتحكم فيه، لكن بمجيء الملك محمد السادس وعزل إدريس البصري تغيرت خريطة التحكم الاستبدادي. لكن منذ سنة 2012 والمغرب يتراجع بشكل خطير، ونحس أن هناك دولة عميقة تحكم المغرب. هذه الدولة العميقة تجهض الخطابات الملكية إجهاضا تاما، وتفتح الباب للمفسدين إلى أن أصبح المغرب فيه الفساد مباح ومتميع. لكن العيب والعيب نفسه هو الإهانة، المس بكرامة المواطن، هو نهب أموال الشعب المغربي من طرف بعض ممثلي الأحزاب. وعلى عينك يا ابن عدي، هنا تصبح الدولة مشلولة، ويتوحد المواطن حول نفسه، ويتدمر الوطن، ويصبح لقمة صائغة. وكنموذج حي لمفسد البلاد والملقب بملك الصحراء، الملك حمدي ولد الرشيد. وفي الحقيقة وبعيدا عن أي مزايدات فهو ملك. ولتوضيح الأمر هاكم الجواب بالأرقام. تجزئة الوكالة 5412 بقعة أرضية وهبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للساكنة الأصلية للمدينة، لكن استحوذت عليها أيادي الفساد ومرتزقة الداخل وبدعم من جهات عليا ليتم توزيعها كالتالي: 600 بقعة أرضية لبعض مستخدمي الإنعاش الوطني، شخصين في بقعة واحدة. 600 بقعة أرضية لموظفي بلدية العيون. 1260 بقعة أرضية حرف سي تم توزيعها كالآتي: 300 بقعة أرضية استفاد منها وزير الإسكان السابق توفيق حجيرة، وقد تكلف ببيعها حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس الجهة. 360 بقعة أرضية استفاد منها المدير العام للعمران بالرباط، وقد تكلف كل من المدير العام للعمران السابق البشيري بالعيون ونائبته الحاجة. 300 بقعة أرضية استفاد منها العامل السابق الشرعي ليتكلف ببيعها صهره. 200 بقعة أرضية استفادت منها مديرة الوكالة الحضرية السابقة بالعيون، تم تسليم 50 بقعة أرضية للموظفين، وتكلفت شخصيا ببيع 150 بقعة أرضية. 100 بقعة أرضية استفاد منها مندوب السكنة والتعمير، تم تسليم 30 بقعة أرضية للموظفين ليقف بصفة شخصية على بيع 70 بقعة أرضية.
ولتنوير الرأي العام، كل هذه الخروقات الإنجازات تمت في سنة 2008. كما تم توزيع 940 بقعة أرضية حسب الأشخاص الآتية أسمائهم: بعض منخرطي حزب الاستقلال بالمنطقة، ضباط في السلك الأمني وخاصة الأمن الوطني، بعض قياد المقاطعات، جل شيوخ المقاطعات الحضرية، مناذيب المصالح الخارجية، ورؤساء الأقسام بالولاية. كما تم نهب والاستحواذ على 2012 بقعة أرضية، وقد تم تقسيمها كالآتي: 1200 بقعة أرضية مساحتها 84 متر، تم تكليف حمدي ولد الرشيد رئيس الجهة ببيعها. 800 بقعة أرضية مساحتها 180 متر، تم تكليف حمدي ولد الرشيد رئيس الجهة ببيعها. 12 بقعة أرضية مساحتها 500 متر، تم تكليف كذلك حمدي ولد الرشيد رئيس الجهة. وللتنوير مرة أخرى، فقد كان يتم بيع 2012 بقعة أرضية للأشخاص المنتمين لمدن الشمال والذين لا علاقة لهم بمدن الصحراء، وذلك لإبعاد الشبهات، كما أن لديه أزيد من 60 وسيطا للبيع. الأمل 1 والأمل 2 والأمل 3. ثلاثمائة بقعة أرضية غير قانونية تم استغلالها وبيعها لرعاة الفساد ممن هم تحت إمارة حمدي ولد الرشيد كعربون محبة ورضا نتيجة مبايعته اللامشروطة، بحيث تم تحويل ساحات عمومية ومناطق خضراء وكذا الملك العمومي لأملاك خاصة. ثم جدار المجلس البلدي هو الإصلاح المصلحة العامة ديال المدينة، منين يمرقوا أولادكم يجبروا السحاب. وكان نموذجا على ذلك ساحة عمومية تقدر ب7,000 متر تم بيعها لأحد التجار الموالين والمسمى بوجدور بمبلغ 6 ملايين درهم. كما تم إهداء مجموعة من البقع للأعضاء الجدد والذين فازوا بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 2015 والخاصة بالغرف. ولم تسلم هذه البقع حتى من أعضاء الحزب الاستقلالي والمنتمون إلى مدن السمارة والداخلة. معفيين من الناس الانتخابية، واش معفيين منها دائما واش كامل الناس اللي بناو هنا يعرفوهم مرة بصح. والله المودين ما نتحكم على راسي، ما نكذب على المدينة باقاش جديدة. واش انتوما خلصتوا؟ لا ما خلصنا، ما نكذب على مولاي.
هذه ديال ليراك، هذه ماشي مخيم. ديال ليراك. هذه مدينه من 2001 هي مزال. هذه ماشي يقول مخيم. لا هذه ما تابع المخيم. اذا انتم يلاه التسهيلات اللي عطيتكم الرخصه فضل ديال واحد مسكين. غير 84 هادو ياك هادو. طلعش حاجه على الرخصه. عطاكم الرخصه فابور. مزيان التسهيلات دابا من الناس اللي معاكم هنا تقريبا كلشي عطاهم رخصه. كلشي غير هاد الحياه رخصه. يعني وفين تعطاتهم رخصه هاد الايام؟ شي شهر باش تعطات رخصه. وغادي يقسموا البقعة على الساكنة من بعد الانتخاب إذا أراد الله. وراهي ما هي حملة انتخابية، راهي حقيقية. لائحة بأسماء بعض السناصرة والوسطاء. حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي. حمدي ولد الرشيد ابن أخ رئيس المجلس البلدي ورئيس مجلس جهة العيون بوجدور. محمد ولد الرشيد ابن رئيس المجلس البلدي. النعمة ميارة صهر رئيس المجلس البلدي. كرواز موسى عضو حزب الاستقلال. حسن السعدي ابن عم رئيس المجلس البلدي. منصور المباركي برلماني عن حزب الاستقلال. الخليفة المباركي عن الشبيبة الاستقلالية وعضو في الجهة. السيد أحمد العريبي كورتي سابق بمحطة الطاكسيات. نور الدين رئيس قسم المهندسين بالبلدية. الدرهم مهندس ولا علاقة له بعائلة الدرهم، تشابه في الاسم. اللوزي مهندس الطرق بالبلدية. مولود كويرينا تاجر وعضو استقلالي. أحمد التهالي رئيس قسم المداخيل ببلدية العيون. وأخيرا ناجي نائب مدير العمران بالعيون. يقف بصفة شخصية على بيع 70 بقعة أرضية. فيما يخص الأرض العارية، يعلم الجميع أن في باقي المدن المملكة يتم تأدية مبلغ درهمان 2 للمتر مربع عن سنتين أخيرتين. أما في مدينة العيون فيتم تأدية مبلغ 12 درهم للمتر مربع عن 4 سنوات، وهذا بحد ذاته خرق للقانون. نقطة ثانية، أن جميع منخرطي حزب الاستقلال يتم إعفاؤهم من تأدية واجب الأرض العارية وكذا رخصة البناء بالمجان. أن جميع منخرطي حزب الاستقلال يستفيدون من القسمة الخاصة بالعقار. والغريب في الأمر أن مجموعة الضحى وكذا العمران يستفيدون من مجانية الأرض العارية كما يستفيد منها المقاول محمد سالم برد الليل كاستثناء. وللتنوير كذلك أن الدفاتر الخاصة بمداخيل البلدية والتي تحمل أرقام تسلسلية يتم طباعتها بدولة الصين الشعبية
بنفس الأرقام التسلسلية لتعود لمدينة العيون عبر دولة موريتانيا حتى يتمكنوا من بيع الأراضي العارية نفسها بالأرقام نفسها لأشخاص آخرين، وبعدها يتم صرف 40% لخزينة الدولة و60% تدخل في حساب السيد رئيس المجلس البلدي. وبلغة الأرقام فإن المبلغ الصافي الناتج عن هذه العملية سنويا يساوي 16 مليون درهم. ويشرف على هذه العملية كل من أحمد التالي رئيس قسم مداخيل البلدية وعبد الواحد مدير مداخيل البلدية. أما فيما يتعلق بالمسؤولية فهي تقع بالأساس على الطبقة السياسية والدولة وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. فالطبقة السياسية النزيهة تعد المتضرر الأول من ظاهرة الفساد، ولهذا ينبغي أن تتجند لمحاصرتها وتخليص الحياة السياسية منها بشتى الوسائل الممكنة، منها على الخصوص إبرام ميثاق الشرف بين أعضائها والالتزام به، خصوصا أن تكون لدى الهيئات السياسية الشجاعة الكاملة لطرد العناصر الفاسدة من صفوفها مهما كلفها ذلك من ثمن. وأما الدولة فمسؤوليتها لا تقل أهمية لأنها بدورها تتضرر كثيرا بفعل تفشي هذه الظاهرة. ومهمة الدولة تكمن في سن القوانين والعقوبات الزجرية مع الحرص على تطبيقها واتخاذ تدابير عملية وإجراءات احتياطية متنوعة، منها تشديد المراقبة على العمليات الانتخابية وإصدار أوامر إدارية صارمة لمحاصرة ظواهر الفساد السياسي التي تمت الإشارة إليها أعلاه. أما بخصوص دور جمعيات المجتمع المدني فيتلخص في نشر الوعي على نطاق واسع داخل المجتمع وتنظيم حملات للتوعية موجهة للفئات المستهدفة من قبل تجار الانتخابات، وكذا التشهير بالممارسات السياسية المشينة والتعريف بانعكاساتها الخطيرة والتنديد بالهيئات التي تدعمها أو تقف من ورائها. قدر مدينة العيون إذن العيش تحت حصار المضاربين العقاريين. إنهم يدركون مفاصيل اللعبة ويمتلكون أدوات ارتكاب الجريمة. مدينة لطالما أنجبت الشرفاء. هل يحق لنا إذن كفريق إعلامي أن نوصف الحالة السياسية والاجتماعية التي أفرزها مثلث الفساد وحول ساكنتها إلى كيانات بشرية بلا فاعلية ولا تمتلك قوة القرار وحق الاستفادة من الثروة أيا كان مصدرها، وتمضي السنون وتضيع الأحلام في وقت يصارع النظام المغربي عشرات التماسيح والعفاريت التي ترتدي زي الوطن والإخلاص، لكنها تعد المنطقة لعبودية أسرة تتغلغل دون ما تاريخ، وتحول كل موارد الدولة المغربية لصناعة إمبراطورية يسميها الصغير قبل الكبير بمملكة آل الرشيد. هكذا نفهم لماذا جاء مخيم قديمزيك ب40,000 يطالبون بلقمة عيش وأمتار من أرضهم تأويهم نكائب الدهر.
ونفهم أيضا لماذا لا تجد امرأة عجوز كسرة خبز وهي ابنة الصحراء الأبية. هكذا بلغت الثروة هذا الرجل الإمبراطور سنة 2003 3 ملايير سنتيم، لتتضاعف وبشكل مهول إلى 58 مليار سنتيم سنة 2015، علما أن الدهاء والمكر جعل حساباته الست بالوكالات البنكية لا تتجاوز 1,000,000 درهم، حتى لا يكون تحت رحمة من أين لك هذا. ونحن أمام هذا التقرير نطرح أمام الرأي العام هذه الحقائق، كما نعتبرها وثيقة تستدعي رجالات القضاء والإعلام إلى فتح باب التحقيق في هذه النازلة. عاوننا المجتمع المدني، عاوننا في السبيطارات، وعاوننا الناس اللي فيهم السرطان والامراض المزمنه كنخلصوا عليها، مولانا هو المطالب.